الناس بتتخيل انه مهنة الشيف يعني شهرة وفلوس كتيرة وملايين من الفولورز. يمكن عشان في السنين الأخيرة الشيف تحول من نجم المطبخ لنجم النجوم الأعلام، شهرة عالمية، كتب وصور في كل حتة، ملايين من الفولورز على السوشيال ميديا. لكن محدش فينا بيشوف الوجه الآخر للصورة دي. ديفي نجم من نجوم المطبخ، مشهور، ناجح، مطعمه من أشهر المطاعم في دبي، ده غير طبعا ملايين الفولورز على السوشيال ميديا ومتابعينه لبرامجه. لكن النهاردة هنكتشف الوجه الآخر لمهنة مليانة متعة، لكن أكيد كمان مليانة تحديات. عشان كده أنا سعيدة جدا إنه ضيف يكون نجم المطبخ العالمي، الشيف المتميز دايما محمد أورفالي. أهلا بيك. أهلا بيك. خجلتيني والله. لا حاجة سهل أكتر من كده. عايز ارجع للطفوله، يعني اكيد كطفل انا متخيله انك كنت بتحب المطبخ وتحب تبتكر اكلات مختلفه، لكن في فرق ما بين انه الواحد يكون بيحب حاجه وان الواحد يعرف من جواه انه دي النداهه بتاعته، انه ده الكولينج، الحاجه اللي هو اتولد عشان يعملها. فنفسي ارجع معاك واسالك امتى اللحظه اللي حسيت فيها انك اتولدت عشان تكون شيف؟ ولا مره دخلت على المطبخ بالغلط. كانت غلطة بس مش ندمان عليها، يعني أحلى غلطة عملتها بحياتي. بالصف التاسع أو مثل بسموها بسوريا البروفي، هي المرحلة اللي بتنتقلي فيها من المرحلة الإعدادية للثانوية. فلازم تجيبي السكور تبعك يكون عالي عشان تدخلي ثانوية عامة، ولا هتأدي إنه أنت تروحي ثانوية زراعية ولا تجارية ولا صناعية. فعلى حظي كان مجموعي يعني فوق المعدل بعلامة واحدة، يعني علامة واحدة لا برسب لا بنجح، فنجحوني. اتس اند اب انه ولا حد اخذني، يعني ولا مدرسة بتقبل فيني. فالقرار كان من العيلة انه كانت صدمة طبعا، يعني انه عندهم واحد كسلان في العيلة مش شاطر، وخاصة من العيلة والدي مهندس والدتي مدرسة. والعيلة كلهم لا اما يعني كلهم محصلات علمية عالية أو بالبزنس. فقلت بيني وبينك أحسن خلصت من المدرسة وقعد معها. وأنا وصغير يعني المدرسة كانت بالنسبة لي مكان ماله مريح، ما كنت أحب المدرسة. فقرر والدي يحطني بمصلحة، لأنه بتعرفي بسوريا إذا ما عندك شهادة لازم يكون عندك مهنة. فحد نصح عليه قال له خليه يتربى، حطه بمكان كده، خليه يعني بورشة صناعية، يعني يعرف الفرق بين المدرسة وبين الشغل. فبيني بينك كنت مبسوط، فحطوني بورشة بتعمل لف محركات صناعية وبتعمل لوحات كهرباء صناعية اللي هي SMTP، وعجبتني الفكرة. بعد 3 شهور من الشغل في الورشة بلشت أحس إنه عملت شيء غلط، بلشت أشوف أصحابي هم رايحين على المدرسة وأنا رايح على الورشة. حسيت صار في عندي هون يعني في شيء غلط. فمرة من الأيام بيجي بابا على الورشة اللي عايزك ضروري. خير شو في؟ أنا خفت يعني بالي إنه صاير شيء في العيلة. قال لي فتحوا مدرسة للفاشلين مثل حكيتك اسمها الفندقية، وحد نصحني إنه تروح أنت تجرب. قلت له أنا ما بعرف شو معناتها فندقية أصلا، يعني what does mean that؟ قال لي مدرسة بتعلم فيها الطبيخ، وممكن تبقى شيف حلواني شاطر، وممكن تبقى شيف. هلا بتذكر طلعت فيه لبابا قلت له بدك يعني أصير طباخ؟ قال لي اسمه شيف غشيم، بس بدك توعدني إذا رحت على المدرسة ما تخبر أمك. قلت له أوكي. فأنا قلت يلا حلو مدرسة وخلينا أشوف، قلت يعني مالي خسران شيء، بدخل وإذا حبيتها بكمل. فرحت المدرسة. من أول يوم وقت دخل الشيف على الكلاس روم تبعتنا وبلش يشرح عن المطبخ وإيه المطبخ وما بعرف شو، حسيت فيه الإنسان هذا عنده شخصية وكاريزما، أو يعني في شيء وراهم، يعني هدول شيف وبعدين هم داخلين يعني على المدرسة كل الناس احترامات وشيف يعني. فعجبتني الفكرة. أنا بحب السلطة. لأنه الشيف سلطة طبعا بالمطبخ مش برا المطبخ. فقلت خليني أكمل أسبوع ولو حبيت أكمل.
بس انا يعني بهداك الوقت طالع من عيلة شرقية بحت يعني، ولا في حياتي دخلت المطبخ ولا عندها امي فكر انه انا ادخل معاه اعمل تورتايه ولا كيك، ولا ما عندها هذا الفكر يعني. كانت رافضه فكره انك تكون شيف كمان يعني 100%. هلا اذا طولي بالك شوف كده. الصدمه انت بعد ما دخلنا بالصدمه. فبالنسبه لها انه الشاب ما كانوا في المطبخ للبنات. فبعد باسبوع رحت على البيت، امي مستغربه لانه ما بلبس لبس الورشه ورايح شكلي يعني بقيت هيك متهندم ومتهندس. فطلع رحت على مدرسه اسمها الفندقيه، واظن رح اكمل بالمدرسه. هون كانت بقى الصدمه، يعني هلا بتذكر كيف كان شكل امي، صدمت. ومشكله كتير كبيره كانت بين امي ووالدتي انه كيف انا رح اصير طباخ، ومين حيتجوز ده، ومين حياخده. كان نروح نتقدم لحد نقول لهم بدنا طباخ. يعني بالنسبه لها كانت غريبه، صدمه بين رفقاتها، بين كيف تخبر رفقاتها وتقول لهم ابني دخل مدرسه مشان يتعلم طبيخ. فيعني ما كانت مستوعب الموضوع. ف انا اصريت ادخل، فعملت علي حمله بين خالي وعمامي واخوالي وعمامي وحتى جدي الله يرحمه، انه يلعبوا في عقلي انه اطلع من المدرسه دي، انه عشان مش لايقه بالعيله ولا باسم العيله ولا لايقه ب يعني ايه الكارير ده. لا تقول له امي خليه يطلع حلاق احسن، حلاق شعر على الاقل نفتح له محل يبقى عنده دكان حلاق يعني از باربر شوب. فانا عنيد وبحب المذاكره، فعجبتني الفكره. قلت لا خليني اضل اكمل في المطبخ، هشتغل سنه هشوف الموضوع. قلت مش هشتغل، قلت هدرس سنه، لو عجبتني اكمل، لو لا هطلع من المجال. ف فضولي وصلني لهالمرحله هاي. يعني انا الفضول تبعي بيقتلني ايام، وانا انا لذلك بحب دائما اعمل ريسيرش واتعلم او اغير. ليش؟ بسبب الفضول. فالناس بتقول لك الشغف انه هو بيعمل الشيف، انا بالنسبه لي الفضول هو بيعمل الشيف. لانه اذا انت فضوليه تعرفي شو عم بيصير that make you know you need an answer. انا بالنسبه لي دائما ببحث عن اجوبه. فالمطبخ بحر كبير فيه مو اسرار، فيه اكثر من الاسرار، بس كمان البحر بسيط. يعني اذا بتفهمي كيف تتعاملي مع البحر ممكن جدا تطلعي شيف شاطر. فحبيت الموضوع وكملت. هذا الكلام كان بعام 1994. كل العيلة كانوا مصدومين، كل أصدقائي كانوا أكثر مصدومين. يعني كل ما حدا يشوفني شو درست، شو عم تدرس، قال لهم مدرسة فندقية. شو هاي؟ مدرسة بتتعلم سياحة أو طبخ أو مجال الفنادق أو يعني أو بتبقى جارسون. أنا يعني ممكن، ليش لا؟ يعني شغل تاني يعني السيرفيس، يعني وجه المطعم. يعني أو إذا ما كان عندك سيرفيس وعندك أكل حلو صدقيني دائما المطعم بيفشل طبعا. لازم يكونوا الاثنين قويين. فما في شيء غلط يعني إذا أنت عم تعمل سيرفيس للناس. فلا بتذكر مرة في الأيام عملت ستاج بمحل بيتزا، فواحد من الويترز ما كانش موجود. فمين أصغر واحد في المحل؟ أورفالي، يلا يا محمد اطلع أنت ويتر. يا شباب يا حبيبي أنا دي منطقتي يعني لا أنت هتبقى الويتر. فطلعت أول طاولة بسرفس عليها كانوا أصحابي المدرسة. بس عايز أعرف بقى اتصرفت إزاي في الموقف ده وغيرك قد إيه فيما بعد؟ لأن أنت يعني بالعامية لبست بالحيطة بدنا بيقولوا. يعني كنت خجلان وما بعرف شو بدي أعمل. حتى هن مستغربين، فهن نظراتهم لألي إنه فكروا إنه لا سمح الله والد صاير معه شيء، العيلة انكسرت، إنه أنا بساعد العيلة فبشتغل يعني. فكانوا مصدومين. يعني أنت ابن الأورفالي بتشتغل يعني بتسرفس على يعني أو بتعمل سيرفيس على الترابيزة. فبالنسبة لي صدمت وما كنت أعرف يعني كيف بدي أتعامل مع الموضوع. رجعت المطبخ، فبمسكني واحد من الشيفs اللي بيعملوا يعني الفران، كانوا بيعملوا بيتزا أيام زمان، كان يشتغل بالفرن الصبح ويرجع بالليل يشتغل بيتزا. قال لي الجملة دي له هلا ما بنساها: شغلتنا
اسمها مصلحة خدمية. يعني شغلتنا نحن نخدم الناس، يعني نحن بنخدم على الناس وقت بيكونوا هن اخدين إجازات، وقت تكون هن فرصين، وقت تكون هن طالعين من شغلهم. فإذا أنت هاي الشغلة حيث عار عليك اطلع، لا أما تدخل بقوة، لأنه شغلتنا نخدم على الناس، إن كان عم تطبخ جوا ولا إن كان عم تنزل الأكل على الطاولة. فكانت فعلا يعني كانت كلمة، هاي الجملة هاي جبارة بالنسبة لي، لأنه إذا أنا الشغلة اللي عم بشتغل فيها خجلان منها، كيف راح أعطيها وكيف راح تعطيني؟ فمن هون بلشت أشيل موضوع الخجل، وإنه أنا طلعت من موضوع الخجل أكتر بعد ما تركت سوريا، لأنه كمان بمنطقتي بين أهلي كان يشوفوني لابس الشيف جاكيت يضحكوا عليا، يعني إيه ده، ويعني فما كانت ركبة مزبوط. فالخجل كان واحد من الأساس، من الشغلات الأساسية. إذا بدك تصيري شيف ناجح بدك تشيل الخجل من هذيك الأيام. هلأ الزمن اختلف، هذا الكلام كان بنهاية التسعينات. اليوم صار كل العالم بدها تصير شيف، صار العالم بدها تشجع أولادها تصير شيف بسبب التلفزيون، بسبب طبعا السوشيال ميديا، بسبب إنه الشيف بقت شغلة حلوة وفنان. بس ما حدا بيعرف إنه الشيف من أصعب المهن في العالم. ما عايزة أسألك بقى عن النقطة دي، لأنه طبعا كلنا بنشوف الوجه اللي هو الجلاسي الحلو والشهرة. دلوقتي مع السوشيال ميديا زي ما بتقول بقى في ناس كتيرة جدا مجرد إنها عارفة تطبخ وعارفة يبقى ليها ديلز مع شركات بيبان إنه الموضوع سهل. فإيه الوجه الآخر للصورة دي؟ هلأ أنا بالنسبة لي كلمة شيف يعني قائد، مثل ما قلت لك، اللي هو بدير مطبخ وبدير موظفين، بدير عملية اوبريشن كبيرة عشان يطعم الناس. قائد يعني مسؤول، يعني انت بتطعمي الناس، يعني انت مسؤولة عنهم، ما تخليهم يمرضوا، ما تطعميهم اكل وحش، تكوني مسؤولة عن سلامتهم، عن صحتهم. فالشيف شغلة يعني اسم كبير مش اسم صغير. للأسف الناس بتفكر الشيف اللي بيطلع على السوشيال ميديا ممكن يقدر يفتح مطعم، وفي كتير ناس من أصحابي اللي هن مشاهير على السوشيال ميديا فتحوا مطعم فشلوا، لأنه ما يشغلته، لأنه هو ممكن يطبخ حلو لشخص لشخصين، ممكن يعمل أكل حلو على الكاميرا، بس ما بيعرف يقدم لمطعم، لأنه مطعم مختلف، تركيبة تماما مختلفة عن اللي بتشوفيه بالسوشيال ميديا. ففي عالم يا حرام بتنغش بتقلك إنه الشيف اللي بيطلع على السوشيال ميديا هو نفس الشيف اللي بيعمل أكل حلو. مش ضروري. الميديا ودخلت التلفزيون تعلمت شغلات كتيرة. أنا تغيرت، يعني أنا جاي من باك جراوند شيف، اشتغلت أكتر من 17-18 سنة في مطاعم ومطابخ لحتى نقلت بعدين على التلفزيون. فالتلفزيون غيرني، لأنه نحن الشيفية أو الشيفز اللي بيشتغلوا في المطاعم نحن ما كتير عنا دائرة اجتماعية حلوة، يعني دائما مغلقين على نفسينا، بسبب أنه دائما المطابخ بتكون مخباية بظهر الصالة أو تحت في الأبو أو شي مكان على هذا، مهم يعملوا أكل المطبخ. فدائما السيركل تبعتنا محدودة، فمنا كتير اجتماعيين، فما بنعرف نحكي. فانصدمت أنا وقت طلعت من المطبخ للتلفزيون كيف راح أقدم نفسي. فهون كانت مرحلة تانية بحياتي، كيف أنت تقدري تطالعي اللي بمخيلتك للناس. عايز أرجع للفترة دي بالذات في حياتك، لأنك رغم أنك شخص برو أكتيف وعندك فضول وإصرار أنك تنجح على طول، برضو عديت من تحديات كتيرة خارجية من المجتمع اللي كنت فيه، من البيئة نفسها، من العيلة. لكن في تحديات تانية بتبقى عند جوه كل بني آدم، وهي التحديات الداخلية دي. وأنا فاكرة أنك لما جيت تنضم لقناة فتافيت، أنت اللي كنت برو أكتيف وبعت إيميل لأستاذ يوسف الديب عشان تنضم ليهم، وبعد ما قابلته بعض وعملتوا التست فضلت تقريبا من 4 ل5 سنين قبل ما تاخد الخطوة دي وتنضم ليهم. وقلت إنه في الفترة دي كنت بتبني شخصيتك كشيف. فعايز أعرف الفترة دي عشتها إزاي، وإيه الحاجات اللي ساعدتك إنك تواجه الوحوش الداخلية اللي كانت جواك؟ شوفي، الموضوع كان بالنسبة لي حسيته كتير سهل. وأنا بالنسبة لي أي شيء بيجي بسهولة بيروح بسهولة أو ما بيزبط. يعني هي قناعتي بالدنيا، دائما بتعذب لحتى أعمل شيء. يعني بتعذب بيطلع، يعني كل شيء العفاريت كلها تطلع لحتى تزبط معي القصة. وأنا بعتبر هذا الشيء إنه الطريق للنجاح يكون فيه عقبات. صح. ممكن تكون أيام في شغلات تزبط بسهولة، بس لازم يكون عندي دائما أنا عقبات. هيك حياتي، ما بعرف ليش هيك الله خلقني. وقت بعثت ليوسف الديب وتقابلنا أول مرة،
يعني كان أنا انصدمت، يعني وقعوا معه العقد. قعدت أفتكر أيام هيك حد يعني كأنه يعني الموضوع ما هو ظابط. طلعت على دبي، حطوني بغرفة بالجرين روم، صورني ل4-5 دقايق، حكيت كم كلمة، كل التيم كان بيصفق لي هو ده وقع معه العقد. شو وقع معه العقد؟ كيف أنا يعني أنا مش مصدق نفسي. فوقعت العقد مع يوسف الديب مع فتافيت، ومن جوا خايف إنه أنا كيف رح أقدم نفسي للناس بأي صيغة. هل أنا الكلام اللي بطالع بتكلم فيه صح؟ لأنه أنا بطبيعتي نقاد، يعني بنتقد الناس اللي بيطلعوا على التلفزيون واللي ما عنده غير أنه هي أكلة صحية وهي أكلة سهلة وأكلة خفيفة. يعني ليه بده يطلع الشيف يعطيكي بس أكلة صحية؟ وشو خصه الشيف في الأكل الصحي أصلا؟ يعني هو منه دايتيشن او نيوتريشن، ما بيعرف الشيف اذا ما كان دارس مزبوط. فبطلع لابس جوانتي يعني الكفوف بايده والبرنيطه ولازم يقدم لك اكله سهله لست البيت. فالفكر هذا انا ما كنت احبه. فكان بالنسبه لي اذا اطلع على التلفزيون لازم يكون في وراي رساله. فاول سنه وقت قررنا نعمل البرنامج بحلب، نزلت على حلب، نقيت اللوكيشنز وين رح نصور، بس من جوا خايف. يعني شو بدي أقول للناس؟ هل أنا قد المسؤولية لأقدم المطبخ الحلبي بطريقة مزبوطة؟ فصراحة بيني بينك كنت خايف لسبب من الأسباب. التغى التصوير، المحطة كانت بفتافيت بأول مراحلة كانت تنباع، وبعدين رجعوا قرروا ما يبيعوا ويرجعوا يكملوا الموضوع، فالتغى البرودكشن. فرجعت الكويت، كنت عايش بين الكويت ودبي. رجعت نقلت لدبي، يوسف جن لازم صورت حلقة بالاستديو، وطلب مني أعمل أومليت، قال لي اعمل لي بيض. فأنا بعمل الأومليت، بشوف الناس كيف عم بتطلع علي من وراء الكاميرا، يعني كله يعني مبسوط. فخلص عملت عجة، يعني البيض مع شوية بقدونس وبصل، وقلتهم هيك على شكله صغير وكذا. ودخل حتى يوسف دخل علي على الست مشان يكركبني، يعني أشوف كيف الرياكشن تبعتي وأنا لو حد دخل عليا او كيف هتصرف على الهوا. فكله اتبسط، كله جنبه لازم صور. انا حسيت لا، ما راح اصور، يعني I'm not ready. وصار زعل كتير كبيرة بيني وبين فتافيت، وانكسر العقد. قلت خلاص، يعني انا ما شكلي شكل شيف تلفزيون. بعد بسنة تقريبا فتحت مطعم حلبي في دبي، وعزمت يوسف ودارين. فيوسف اجا يعني دخل على المطعم، عجبته فكرة المطعم لأنه حلبي، وأكل انبسط. طلع من المحل قال لي لازم صور، لازم نعمل شيء أنا وأنت. فقلت له إن شاء الله. بعد بفترة أنا بحب يوسف الديب قوي، لأنه يعني أستاذ، يعني بيقرأ شخصيات، يعني بيعرف كيف يركب الشخصية في المكان الصح. فبعت لي قال لي عايزين نجتمع، فاجتمعنا. قال لي أنت ما بدك تتصور وما بعرف ليش، تعال نعمل كتاب. قلت له كتاب وكيف؟ قال لي اعمل كتاب. قال لي انت يعني انا معجب جدا بالفكره اللي عم تعملها بالمطعم حلبي، اكل حلبي، فاعمل كتاب. واظن اول برنامج ليك اسمه انا حلبي. عجبتني الفكره. قلت له بفكر في الموضوع. ففكرت في الموضوع، بعدين قلت يعني شو راح يحصل، لأنه كنت بشتغل مع شركة كبيرة، فكمان الشركة ما كان بدهم يعني أطلع على الهوا، ما بدهم المطعم يرتبط باسمي، ما بدهم يخافوا إنه في الأيام تركت المطعم كيف راح يرتبط اسم الشيف مع المطعم، فبيخافوا من موضوع التلفزيون. هون ما كان في لسه غير الفيسبوك، ما كان في سوشيال ميديا قوية، والفيسبوك كان يعني كمان محدود بال يعني التطبيقات تبعته. فوقعت الكتاب، وهون اكتشفت حالي انه انا ما بعرف شيء عن المطبخ الحلبي. انا طالع اقدم المطبخ الحلبي للناس وانا ما بعرف شيء عن المطبخ الحلبي. فكانت خطوة كتير ذكية من يوسف انه يخليني اكتب الكتاب، لانه كتابة الكتاب حددت مسار البرنامج لاول واحد. فوقت بلشت اكتب الكتاب بلشت اعمل ريسيرش. طب الكبة هاي من وين اصلا؟ طب مين اخترعها؟ مين اللي جاب الفكرة؟
هل هي حلبية ولا طلعت من بلد تاني. المحشي، الورق عنب، المحمرة، الكبة المشوية، سلطة الزيتون، كباب المعجوقة، كباب الخشخاش، كباب البتنجان، الكبة السمائية، كبة السفرجلية، كم نوع كبة فيه. بلشت مخي يفتح يرجع أكتر على الجذور. بهاي الفترة أنا كنت عم بشتغل على مودرن كويزين ومولكولر جاسترونومي وشي إيطالي شي فرنساوي، ومخي كان أخذني على شيء تاني. يعني ما بدي أكون أبدا بالمطبخ العربي. وحتى كنت يعني فاتح المطعم الحلبي يعني بالنسبة لي هي فترة، وأنه أنا جباري حلبي غصبا عني، فبدي أطلع على شيء تاني، بدي أطلع للعالمية، بدي أعمل الكويزين المختلف عن نحن اللي فيه. فاكتشفت أنه أنا عندي ضياع بالهوية، ما عندي هوية في المطبخ، هويتي في المطبخ. فبال 2010 قبل ما أصور عملت الكتاب، طلعت على إسبانيا، كان في مؤتمر كتير كبير للشيفية أو للشيفس، وطبخنا مع ميشلان ستار شيفس. هي أول مرة بدخل أنا كنت مطاعم فيها ريلي ميشلان ستار شيف، لأنه أنا عندي كان قصة كتير كبيرة بحكي لك. هاي قصة العذاب كيف راح أطلع على أوروبا. فبلشت أشوف الناس عم تطبخ، قلت إيه ده، أنا أكلي يعني زيهم، يعني ما في شيء فرق، يعني ما في يعني يعني في ما في فرق. عم نطبخ مع 3 ميشلان ستار شيفز. كان العشاء بين الحضارة الأندلسية اللي هن والحضارة الإسبانية. فبالنسبة لهم الأندلسية اللي هي يعني سوريا، فكنت بشكل يعني بالتركيبة كتير كبيرة بهذا العشوات. فعملنا 4-5 عشوات، مش مرة ومرتين. فكان في مؤتمر كتير كبير، وكان عندي لايف ديمو، وعملت الإيتش اللي هي عندي في المطعم، اللي هي سلطة البرغل الحارة مع الحرائية. خلصت اللايف ديمونستريشن، بمسكني واحد صحفي بقول لي شو هو المطبخ الحلبي؟ قلت له أطيب أكل في العالم. قال لي بس يعني ليش؟ وقفت، مع انه كتب الكتاب، بس كتب الكتاب كتب وصفات، ما كتب تاريخ. قلت له انه ممكن طريق الحرير وتعدد الثقافات وما بعرف شو كذا. فيعني ما حسيت اقتنع الصحفي، ويعني لفلف الموضوع. بس السؤال فضل معك كده فضل معي، ده نخر دماغي يعني. بعديها البريزيدنت تبع الجاسترونومي تقريبا، ذا وورلد جاسترونومي، طلب يقابلني. شخص اسمه رافائيل أونسون، اسباني كبير بالسن كده. قال عندي، قال لهم فين الحلبي؟ قلت له انا موجود. قال لي حلب عاصمة الزواقين في الشرق الأوسط، مو بس بلاد الشام، في الشرق الأوسط. انت بتعمل هنا ايه؟ فقلت له يعني انت كان هذاك الوقت اسبانيا بتليد كل الجاسترونومي في العالم. كانوا هن من طلعوا شيء اسمه مولكولر جاسترونومي. قلت له جاي بقى اشوف الشيفات والانسبيريشن ومش عارف ايه. قال لي بتعرف ابو جمعة اللي بيعمل كبدة؟ قلت له ابو جمعة بيعمل كبدة وين؟ قلت له وين؟ قال لي بحلب. قلت له سامع عنه بس ما ولا مرة اكلت عنده. قال لي بتعرف في واحد اسمه ما متذكر الاسم تماما، بس بيعمل كبة وبيفتح من 6 الفجر للساعة 11 على طلعة سوق البحرات. هنا قلت له انت حلبي؟ عنده معلومات صراحة سامع فيه بس ولا مرة أكل عنده. قال لي المطبخ الحلبي ده كنز، عندك جوهرة، أظن عندك جوهرة ولازم ترجع تشتغل عليها. فالسؤال الصحفي مع كلمة مع البرنامج وحصور ومين أنا ومين أكون، هون الضياع كان. فرجعت لا خليني أعرف شو التاريخ المطبخ الحلبي. فاكتشفت المطبخ الحلبي، اكتشفت حالي، واكتشفت مليون قصة في المطبخ تبعنا، واكتشفت شغلي انه نحن ما بنعرف المطبخ تبعنا. يعني العرب عندهم نقص بالثقافة المطبخية لانه ما بنعرف مين اخترع اكلنا. فواحد بيقول لك والله اكلنا عملوه التراك، اكلنا مخلوط بين التركي واليوناني والارمني. لا يا حبيبي، حلب عمرها اكثر من 8000 سنة موثقة.
يقال أكثر من 12,000 سنة. تراكم من الحضارات والطبقات والناس والبني آدمين والإنجريدينتس لوصل المطبخ بهالمرحلة هاي. ما له داخل عليه بطبخ من هون بطبخ من هون، لا لا لا، بالعكس نحن we give to others and then at the same time we take from others. يعني نحن عاطين inspiration لكتير مطابخ في العالم، بنفس الوقت يخدم من مطابخ في العالم بسبب كمان آخر فترة كان طريق الحرير وخط التجارة العالمي، كان تجمع قوافل تجارية تصير بحلب لمدة طويلة يقعدوا، فدخل علينا مزيج من الانجريدينتس، دخل علينا مكونات ان صارت كانت أجنبية صارت محلية. واحدة منهم الطماطم. يعني إذا نرجع لتاريخ الطماطم، العالم كله من 400 سنة ما كان بيعرف عن الطماطم أو البندورة. اجت من لاتين أمريكا، راحت لإسبانيا، من إسبانيا لإيطاليا لإنجلترا. الإنجليز هن زرعوا الطماط أو البندورة أو الطماطم بسوريا بعام 1799. فالمطبخ متغير. يعني من 300 سنة ما كان عندهم طماطم وما كان في بطاطس ولا كان عندهم فلفل. كل دول داخلين علينا من جديد. المطبخ الحلبي هو عبارة أنا بنسميها نحن طنجرة، أو هي يعني قدر بالحضارات، فيه خلطة حضارات، ميكس حضارات جاية من خلفيات ثقافية معينة عاشت في هاي البلد، صارت محلية لأنه الأرض بتنتج هذا المكون وبتعمل هذا الأكل. ففي نحن الأكل تبعنا فيه sweet and sour، فيه sustainability، فيه seasonality. يعني اليوم موضوع مو بس موضوع عملنا أكل وطبخة، لا، في موضوع استدامة ونمط حياة كاملة متكاملة، نمط المونة sustainability كاملة، لأنه أنت كيف عم تاخدي مكونات من الصيف ما بدك ترميها، بترجع بتحوليها لمكونات تستخدميها بالشتاء، لأنه بالشتاء ما بتطلع عندك هالمكونات. إيه ده؟ ما حدش بيعرف عننا. يعني إذا لو طلعتي عند الغرب وقلتي نحن sustainable، إيه كيف يعني sustainable؟ نحن كل الوطن العربي أكلنا كله sustainable. هون بلشت أفكر لا، المطبخ تبعنا موضوع تاني. واحد منهم المولكيولر جاسترونومي، يعني كرابيج حلب مع الناطف صايرة مثل المارينج أو الكريمة المعمولة من دون بياض. وهذا عملت مرة مؤتمر ب 2018 بهلسنكي، وقعدت أتكلم عن المولكيولر جاسترونومي that we use in our cuisine من أكثر من 400 سنة. قعدت العالم تقول لي أنتوا بسوريا بتطبخوا كده؟ والله العظيم خلصت اللايف ديمو تبعتي، كل واحد يعطيني كل البزنس كارد تبعه، يعني انه واو. بس كل هذا الشيء نحن منا اخذينه بعين الاعتبار، لانه اكلنا متعايشين معه وبناكله كل يوم، فبالنسبه لنا عادي. هو بالنسبه للعالم التاني مو عادي، بس ما بنعرف نحن نقدم المطبخ تبعنا بطريقه مزبوطه. اللي صار انه اللبنانيين وقت الحرب اخذوا الاكل تبع بلاد الشام، فتحوا مطاعم سموها لبنانيه. التراك اشتغلوا على الماركتينج، اخذوا الكويزين او خلينا نقول المطبخ الجنوبي اللي هو السوري، المخلوط بين العنتاب وبين اورفا وبين ماردين وبين انطاكيا وأضنا، وقلبوه لمطبخ التركي. طلعنا احنا بعدين اخر شيء السوريين ما بنعرف نقدم المطبخ تبعنا بالطريقه الصح، بسبب انه ما عم نعرف، في ضياع بالهويه. ضياع الهوية، ما بنعرف شو التاريخ تبع الأكل وكيف وصل لهالمرحلة هاي. والرحلة دي خلتك تكتشف مش بس تاريخ مطبخك، لكن كمان هويتك انت كشيف، ودي نقطة مهمة جدا. وأظن ده في كل مجال، بس دايما أي شاب بيخش مجال جديد بيبقى عنده مشكلة، مش بس إن هو يدور على الهوية بتاعته، لكن يدور على صوته الخاص. لأنه إن كان شيفات أو في أي مجال تاني، كل واحد بيحاول يقلد الناس اللي قبله عشان بيبقى زي كده ضمان على إنه هينجح. فإزاي الواحد يلاقي صوته الخاص؟ إزاي لقيت صوتك الخاص كشيف بعد الرحلة دي كلها؟ يعني كان مشوار طويل، و يعني الموضوع تبع خلينا نقول لا 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 او الريجكشن او الرفض الرفضي، يعني هذا الموضوع كان جدا صعب بالنسبة لي. اول شيء اللغة كانت عائق جدا لي، لأنه أنا ما بتكلم اللغة الإنجليزية أبدا. تعلمت الإنجليزي وقت سافرت على الخليج بين الكويت وبين الإمارات، وتعلمت إنجليزي مكسر يعني بين الجنسيات اللي كانوا يشتغلوا معي. يعني يا دوب كنت أخلص نفسي بكلمتين لأعرف التيم تبعي يفهم علي شو عم بحكي. فكان عندي مشكلة إنه how I can express myself للعالم بلغة تانية.
لانه مش كتير كبيره. هي كانت مش بالنسبه اي ثينك للجيل الجديد كله صار بيحكي انجليزي. لما بحكي انا الجيل تبعي كان عندنا يعني عندك موضوع كتير صعب هو اللغه طبعا عقبه. فاول شيء تخطيته باللغه الانجليزيه، لازم احكي انجليزي. بلشت انه practicing. I think the more you practicing the more you get it. خلاص يعني بوقف في عندك خوف، وشلت الخوف كمان انه اطلع اتعب كم كلمه انجليزي والناس تتمسخر علي، قال كلمه بالبي ولا بالبي ولا يعني كل اللي بطل عربي ما يعني اللغه الاساسيه تبعتنا عربيه. فانت اذا بتتكلمي لغه تانية العرب عندهم مشكله، لازم تطلع عندك اللغه يعني بيرفكت. طب يا حبيبي الفرنساوي بيحكي انجليزي يعني مسخره، الايطالي بيحكي انجليزي او الاسباني يعني ليه ما حدا بينتقده؟ لا بس العربي اذا تكلم انجليزي لازم يحكي انجليزي يعني ما هي لغتنا. فكانت بالنسبه لي الانجليزي اهم شيء لحتى اقدر اتواصل مع العالم. الثاني شيء الرفض بطبيعه الباسبور كان ما بقدر بشتغل باوروبا، وكان حلمي اطلع على فرنسا. وانا سافرت اصلا على قلت لك على الكويت ودبي لأتعلم إنجليزي مشان أقدر أطلع على أوروبا. فحلمي فرنسا. ففي مثل هيك شامي نحن نقوله فرنجي برنجي، يعني الناس بتفكر إنه أنت لحد الآن الناس تسألني بمطعم محمد أنت من وين متخرج؟ فبقول لهم من حلب. بيطلعوا فيني كده يعني بجد؟ إيه بجد؟ يعني لازم أكون طالع من باريس ولا من ليون ولا من سويسرا؟ هالعقدة هاي ليش ما بعرف. كانت عندي اياها انا نفس الشيء. فكان يعني لازم اطلع على فرنسا مشان اقول للناس انه انا درست بفرنسا، خريج حاصل على شهادات علم. هذول اكثر شيء بضحكوني يعني مثلا بشوفك خريج على دبلوم مش عارف ايه وناقد طعام يا حبيبي شوفي الموضوع مش بالمدرسة، الموضوع بشخصك انت. يعني مين انت، من تكون ومن ستكون ومين مين انت بتقرر هذا الموضوع. الوقت اللي طلعت فيه على فرنسا 4 سنين اللي عشت فيهم هون بالخليج، وبلشت احكي انجليزي احسن، وبلشت اقدر اشتري كتب لانه كان عندي مقدة كمان بسوريا ما في كتب، ما فيك تطلبي. كان هذيك الايام يعني الزمان تغير يعني هلا اليوم صار في اونلاين، فيك عندك كريدت كارد تطلبي من امازون. قبل ما كان في لا تطلبي ولا شيء، بتروحي على المكتبه شو بتلاقي المكتبه الف من الياء كتاب الطبخ او كم وحده كاتبه كتاب طبخ and that's it. ما كانش في ريسورس، فما في، فبدي ريسورس انا. فبلشت اطلب. انا كان عندي يعني كيف بدي اقول لك جوعان تعليم، بدي اتعلم. فالتثقيف الذاتي هو الاساس، اللي هو انت بتبدعي ولا ما بتبدعي. المدرسه تعطيكي الاساس بس ما رح تخليكي تكوني المبدعه. فكتير العالم درسوا بفرنسا واخذوا الاساس مزبوط بس ما ابدعوا لأنه ما كملوا. الإبداع بده شغل، الإبداع والكرياتيفيتي بتحتاج لكتير عوامل. إيه العوامل دي بقى؟ الوقت، المادة، يعني دي يكون عندك دعم مادي، دي يكون عندك فكر، دي يكون عندك عالم تستوعب الاشياء عم بتعملي. لأنه إذا ما في appreciation ما فيك تعملي شيء، راح تكون كتير صعبة. فأنا هدول ساعدوني بالتلفزيون. التلفزيون غيرني بهالمرحلة هاي لأنه كان عندي الوقت، وكان عندي دعم مادي، وكان عندي الإكوبمنت، وكان عندي المطبخ، وكان عندي كل السورس لحتى أعمل هذا الشيء. النقد للتطوير المطبخ العربي أو أي شيء بتعمليه أنت مودرن، دائما الإنسان ما بحب التغيير، دائما عنده لا للتغيير. اللي فادني انه ما كان في زبون عم بياكل الاكل اللي ايه ولا لا، كان عم بطلع على التلفزيون. فاخذت خطوه كتير جريئه لحتى اعمل المطبخ المعاصر، مع انه اكلت عليه بهذا الكتير، نرجع عليه هذا الشابتر. فالموضوع انه اليوم ما قدرت اسافر على اوروبا وما قدرت اشتغل مع ميشلان ستار شيف، مع انه قبل ما اتكلم اللغه الانجليزيه او قادر اتواصل مع العالم، كنت اشتغل بشركه بحلب فيها ناس تحكي لغات مختلفة بين الإسباني وبين الإنجليزي وبين الفرنساوي. فكنت أعطيهم رسالة يكتبوا لي إياها إنه أنا اسمي محمد أرفلي ومن حلب وشغفي في المطبخ كتير كبير، وبتمنى تقبلني بالمطبخ تبعك لحتى أعمل ستاج أو 3 شهور أنا بتحملت كل التكاليف ما بعرف شو، بس بدي أطلع على فرنسا.
او اسبانيا او ايطاليا. فما كانت تزبط. فبعت ايميلات لكل شيفية الميشلان ستار في العالم اظن، ما خليت حدا من شري، وخاصة وقت بلشت أعرف أشتغل على الإنترنت. الإنترنت غير حياتي، الإنترنت جدا غير حياتي، وعطاني قوة بالمعلومات، مع إنه ما كل المعلومات صح، بس غيرني. يعني صار عندي سورس، بحكي بشغلة بعرف منين عم بجيبها. فما كانت تزبط. ففي مرحلة من المراحل إنه أنا كيف فيني أكون ميشلان ستار شيف من دون ما أكون عم بشتغل مع واحد ميشلان ستار شيف. فكانت صعبة. فهون دورت على شيء ناقصني، شو هو الفرق بيني وبينهم. فواحدة منهم الهوية في المطبخ، واحدة منهم الفلسفة تبعت المطبخ، الثالثة هي التكوين تبع مطبخك منين راح يكون، شو الأكل عم تستعمله، شو المكونات اللي داخلة بالأكل تبعك، شو الفلسفة تبعتك، مين هن موظفينك، مين هو الفريق تبعك. فهذا كله راح على أورفالي بروس. وفتحنا أورفالي بروس بعد الكوفيد بال21، كان بمارش 14-21. ما كنا مفكرين انه في 50 بيست ولا كان في ميشلان ستار او جايين ميشلان على دبي. وبخلال سنه انا يعني اخذت كل الجوائز، بس لسه ما اخذت الميشلان. فنفسي في الميشلان، بدي الميشلان، لانه الميشلان هي اذا اخذتها رح هديه للشباب العرب كلهم. يا جماعه ما هو ضروري تطلع تشتغل مع واحد ميشلان ستار، ممكن انت تعمل الميشلان ستار تبعتك، بس بدك تعرف هويتك، تعرف مطبخك، وتعرف تاريخك لحتى تقدر تبدع. بس لما فتحت مطعمك، يعني رغم كل التاريخ والهوية اللي انت اكتشفتها، انت مش بتقدم كوزين معينة، ما حبستش نفسك تحت كاتيجوري معينة، كوزين تبعك. بس ده محتاج شجاعة ومحتاج ثقة كبيرة جدا في اللي انت بتقدمه، صح. انك تنجح بالحاجة اللي انت مؤمن بيها. فازاي وصلت للفورمولا دي؟ الجرأة أخذتها بالتلفزيون. يعني أنا يعني صرت إنسان جريء من بعد التلفزيون، لأنه أول برنامج عملته الناس بتحبه أنا بكره حالي فيه، لأنه ما كنت حاسس حالي إنه أنا محمد مثل ما أنا. كنت خجلان، كنت خايف، كنت ما بعرف شو كيف الناس رح تطلع علي أو كيف رح تحكي عني. بس اشتغلت على الشخصية التلفزيونية جداً دي جدا اشتغلت على حالي. أنا أول ما طلعت يعني أحس حالي سلو موشن، يعني أهلا وسهلا. لا يعني لانه ما حدا علمني، يعني كمان فتافيت حطوني على الكاميرا ويلا رول. شو رول؟ يعني اطبخ. طب شو بدي اطبخ؟ طب لازم شو لازم اقول؟ طب شو لازم احكي؟ لا مثل ما انت طبخ، مثل ما انت كانك عم تطبخ في البيت. كنت مصدوم، مفكر الناس انه لما تروح على التلفزيون ففي حد مدرب بيدربك لازم شو لازم تقول او شو لازم تحكي. فما كنت عارف انه كل واحد له شخصيته. الجرأة تخطيتها بالتلفزيون بمطبخ ب 2014 وقت عملت المطبخ المعاصر، وبلشت الناس تسب علي. يعني كان صدمة كتير كبيرة للناس. أنا قلت نهاية حياتي مع فتافيت كانت بالمطبخ المعاصر، لأنه الفيدباك كان عن البرنامج هذا يعني أسوأ ما تتخيلي. أي بوست بنزل على الفيسبوك أو انستغرام اسمه المطبخ المعاصر 300-400 كومنت خلال ربع ساعة. البرنامج هذا تعيس، البرنامج هذا مولأنا، البرنامج هذا ما بيشبهنا، شو هالتخبيص، شو هالتخرب بالحضارة، شو 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 شو. أنزل على المول تمسكني وحدة في نص المول تعطيني درس لن أنساه بحياتي على التخبيص عم بعمله بحياتي، وأنا عم بطلع فيهم. أنا شو خبصت؟ أنا عملت بحث وتعب لسنة لطلعت ببرنامج فيه 90 وصفة. كنت بتتعامل ازاي مع النقد ده؟ يعني رغم كل الوقت والجهد اللي انت بذلته. هلا اول برنامجين 3 كانوا يحبوني، انا طبعا اعمل اكلات سهله وشغلي بيتي لانه كان قريب من الناس متعود عليه. اول برنامج. ثاني برنامج بلشت بالنسبه ليهم بس بلشت اتفلسف زياده عن اللزوم. البرنامج الثالث حدا لعب لي بدماغي انه غيرت بقى الفكر. حتى ستي الله يرحمها تقول لي ايه ده يعني هذا الاكل ما بتاكل. يا حبيبتي كيف ما بتاكل؟ بالعكس صار احلى. فالناس كانت لأنه كان شيء جديد بالنسبة لهم، صدمة يشوفوا واحد عربي طالع بهذا الفكر. حبوا البرنامج للشيفز. في غلطة من فتافيت لأنه هذا البرنامج كان أنا عامله للشيفز أكتر من ستات البيت، فكان توجه غلطنا فيه إنه لازم ما كنا نحكي. التوجه كان لازم نقول له هذا البرنامج لا شباب الصغار أو للشيفز اللي بيحبين. لأنه أنا كان عندي عقدة
اتعلم مولكيولر جاسترونومي بس ما كنت افهم لغه، ما اعرف كيف بدي اركبهم مع بعضهم. فكنت افكر بكثير شباب انه يا شباب انه فيكم تعملوهم وفيكم تسوون شغلين، يعني اذا تشغل مخك تشتغل سهله ما بدها شيء. فالانتقاد كان جدا كبير. تعلمت درس كتير كبير بهذا البرنامج، انه بحياتك ما تلعبي بالاكل التقليدي. فهذا الدرس من بعد البرنامج المطبخ المعاصر تعلمت درس كتير مهم، انه في حياتك ما تلعبي باكل تقليدي لسبب معين. اول شيء تصور مثلا بنزل لك انا اكله اسمها بصاره وانت عم بتشوفيها ما لها بصاره، فعم تخسري 50% من العلامه، انه انا بمخ الزبون او بمخ الضيف انه هو عم بيقول يعني مخه الداخلي عم بيقول يا اخي هاي ما بصاره، او ما شكلها تبوله اصلا، او ما شكلها اي اكله عم بقول عليها، خاصه اكله ربيان عليها طالع من بيت اهله بياكلها كل يوم او كل اسبوع مره او بالشهر مره. فهون داركت هذا الموضوع، انه اذا بدي اقدم اكله جديده من مستوحاي من اكله كلاسيكيه لازم اغير الاسم، لانه هاي الاكله عم بقدم له اياها ما عنده اي ذكريات معه، ما في لينك بين الماضي وبين هاي. فعم بياخذ هو قبل ما ياكلها بعقله الباطني 50% لا راحوا من ما هي لا ما طيبه. هو بنفسه عم بيقول ما طيبه، لا يدوق لا يستوعب. ففي ناس بيحبوا التغيير، وفي ناس بيحبوا يعني ادفنتشرز بالاكل، وفي ناس لا كتير محافظين مثل امي مثلا. امي مستحيل تغيري الاكل تبعها. فبلشت العب على اسامي الاكل عشان وقت ياكل يقول لك الله دي ذكرتني باللحمه بالكرز او بالكباب بالكرز. الله دي طعمها بتعرف يعني هي مش ششبرك بس يعني انت جننتني. فاللعب على الكلام وعلى اسماء الاطباق والمشاعر والستوري تيلينج هو اهم شيء في المطبخ او في خلينا نقول الميديا. فهدول كلهم كانوا نتيجة الأغلاط اللي عملتها بالتلفزيون ساعدتني لأكون جريء في المطعم تبعي، وعملتها في المطعم. وتجيب الميشلان ستار. أخذنا بيب غورمون واللي هي يعني affordable gastronomy experience by Michelin. بس بحلم أخذ الميشلان، وإذا أخذت الميشلان رح هدية لكل الشباب العرب اللي هن ما قدروا يشتغلوا مع ميشلان ستار. وبشوف في عنا طاقات كبيرة جدا في الوطن العربي. بمصر في شباب بيجننوا، بلبنان بسوريا بالأردن في كل أنحاء الوطن العربي، بالمغرب في عندك طاقات جدا مخيفة بس ما حدا عم بيكتشفون، وما عنده المادة يقدر يطلع على أوروبا، أو ما عنده يعني كمان ما بيقدر ياخد فيزا، أو ما بيقدر يعني يحصل كمان فيزا عمل، بس عندهم فكر وعندهم طاقات. فبدهم حدا يوجههم بس لهدول الشباب ليطلع عندك جيل جديد جدا قوي عم يعمل المطبخ العربي بيمثله بطريقة كتير حلوة. فبتذكر حالي أنه طعم الريجكشن هذا صعب. فكل أنا بالنسبة لي مين ما بعت لي على السوشيال ميديا برد عليه، مين ما بعت لي إيميل، خاصة هلأ بهالأيام الصعبة عندي مليون إيميل جايني من المطعم. بحاول جهدي إنه أرد على العالم، بحاول جهدي إنه أساعدهم، بحاول جهدي إنه أنصحهم، بحاول جهدي أعطيهم قد ما بقدر من المعلومات اللي بقدر لحتى يكونوا نفسهم. فأول نصيحة كون أنت، ما بدك يعني الانسبيريشن مهم أن تكوني أنت اغدي من شخص تاني، بس دائما فكري كيف راح تكوني أنت، كيف راح تكون هذا أكلك يعني هويتك. فأورفالي بروس كان تمثيل لهويتي أنا وأخواتي كمان. أخواتي كمان عانوا الأمرين، تشتغلوا مع بعض رغم أنه في الأول أكيد كان في صراعات كثيرة لما ابتديتوا الماستر كلاسز، لأنه شخصيات مختلفة أول مرة اشتغلنا يعني كانت نايت مير. يعني بتذكر أول يوم كان غريب عجيب بالنسبة لأنه يعني ولا مرة اشتغلنا مع بعض. يعني ثلاثة شيفس بس ولا مرة اشتغلوا مع بعض بمكان واحد. فدائما الآراء مختلفة بس دائما بتصب محل واحد أورفالي بروس. طبعا وصلتوا الهارموني جميلة، وأكيد النجاح اللي انت وصلت له النهاردة مش مجاني. فإيه الثمن اللي انت حاسس انك دفعته؟ أنا ما نجحت. أنا عارفة لسه في أحلام تانية كتير، بس لو احنا وصلنا للنقطة دي أكيد المطعم اللي عمله أورفالي بروس هذا بداية.
التحديات اللي بقلبي ما يعني مفكر انه هذا مبسوط فيه، مليت انا بالاكل هذا، بدي اطلع شيء جديد. بس عندي عقبات كتير، هي المطبخ كتير صغير والمطعم صغير والضغط علينا مو طبيعي. فما بقدر اطلع باكثر. فالفكر تبعي لا، الكونسبت تاني لازم يكون عندي تيستينج كيتشن مع R&D تيم ليطلع بفكر جديد بأكل جديد ويطلع من دبي. فنحن في دبي غيرنا وجهة الأكيلة. يعني العالم كانت قبل ما تيجي على دبي تقول لك أنا رايح على دبي لأكل، كانت تيجي على دبي تروح تعمل شوبينج، تروح على أوتيل مرتب، يقعدوا على البحر، المدينة بتجنن، بس ما كانت وجهة للأكل. من سنتين تغيرت وصارت دبي وجهة عالمية لكل الفوديز. يعني صار العالم تسافر لتجي على دبي، مو بس مشان يأكلوا كافيار وأطباق غالية ومدهونة بالذهب، لا، صار في فكر، في شباب مثلي مثل أورفالي بروس مثل مطعمي عم بيطالعوا كويزين جديد اسمه The Modern Dubai Cuisine، اللي هو بيمثل الشرايح المختلفة أو الجنسيات المختلفة العايشة بهالبلد. فهي كانت الميشن تبعتنا، نحن كيف نكون لوكال قد ما بنقدر، لأنه الانجريدينتس تبعتي بستخدم مكونات محلية من لوكال فارمز. لا تعرف على اللوكال فارمز. هون كمان في عندك تحديات، انه الشيف مو بس بقعد بالمطبخ، الشيف لازم يروح هو يشوف يختار يروح وين عم تجي الانجريدينتس تبعته، لانه الاكل الطيب بده انجريدينتس طيبه. غير هيك ما عندي. هاي نصيحتي، يعني بدك تعمل اكل طيب جيب انجريدينتس طيبه، تعمل اكل نص نص جيب انجريدينت نص نص، ما بتزبط، ما مستحيل تطلعي نفس الطعمه. ف بدك تدوري على الانجريدينتس تبعتك، ما بتجي لوحده بتدق الباب بتقول لك مرحبا انا هون، لا، انت هتروحي تدوري على الاغراض تبعتك. فهي وحده من الشغلات انه خلت المطعم مختلف. وفكرنا اول ما فتحنا المحل ما يكون عنا كليشيه فود، مثل ما بتروحي على اي مطعم بتلاقي نفس الشيء، فاي شيء بتلاقيه برا بنشيله، اي شيء عملناه عنا بأورفالي بروس انشهر من برا بنشيله. يعني بعد بشهرين غيرت المنيو من الافتتاح، كان رمضان، عملت مسخن على البيدة اللي هي مثل الفطيرة يعني. فما ضل حدا ما عمل مسخن على البيدة. بعد ما خلصتها شفتها خلاص صارت اوفر دان، ثانك يو سو ماتش، شيلوها من المنيو. بس انت بتحب تبتكر اكلات جديده ومختلفه زي ما بتقول، وبتبقى عامل زي الرسام لازم يعرف امتى اللحظه اللي يشيل فيها الريشه قبل ما يبوظ اللوحه. اكيد في الاكل برضو بتوصل مرحله انك تبقى حاسس انك لو زودت مكون كمان هتبوظ الاكله. ممكن. امتى بيجي لك الاحساس ده، وهل تعتمد على رايك ولا راي الناس اللي حواليك؟ شوفي، بعتمد على راي الناس كلها وبعتمد على رايي، بس كمان بجرب على الناس. واصعب اثنين بجرب عليهم اخواتي الاثنين، وسيم وعمر، هدول يعني اصعب فود كريتيك في العالم، يعني ما بيعجبون العجب اصلا. فحتى وقت بتعجبون الاكل ما بيقولوا طيبه. I capture their reaction. وانت عم تاكلي بتفتحي عينك، بترجعي راسك لورا، بتهزي راسك، بتعملي هيك يمين شمال. That make you think شو عم بيصير هون. لا اما الاكل ما طيب، لا اما الاكل جدا طيب. فبجرب على الموظفين، بجرب على اخواتي، بعدين بحاول اجرب على الناس مقربين بيفهموا كتير بالاكل. واختلاف الاكل اختلاف ثقافات. يعني اليوم كل واحد عنده ثقافه معينه بالاكل. فاصعب شيء في دبي، اصعب مطعم تفتحيه في دبي، كل الجنسيات بتاكل عندك. نحن العرب مختلفين، يعني الذوق المصري غير الذوق السوري او الشامي، صح؟ يعني انه نحن ناكل يعني في شغلات، بس انا كل الجنسيات لازم تكيتر يعني ليها. في ناس ما بتحب الحادق مع الحالي، يعني مثلا الحلو مع المالح. في ناس ما بتحب الحر، في ناس ما بتحب الساور. فهاوي كان bring them all together. فهي تركيبة المنيو. فأي شيء بتلاقيه برا لا ما بدي أنزله بالمطعم تبعي. أي شيء بيطلع حتى internationally صرنا إنه مع عندي تيم إنهم بيعملوا research و R&D معي بيساعدوني. لوحدي ما بقدر بعمل شيء. الأورفالي بروس نجاحه مو بس أنا وإخواتي، نجاحه بالفريق الكامل. dream team. I have a dream team. عندي فريق شباب جعانين thirsty، بدهم يطالعوا شغلات جديدة، جنسيات مختلفة في المطعم. فهذا الفريق هو اللي سوى، هو اللي نجح أورفالي بروس. أنا أعطيت الفكر وأعطيت الخطوة الأولى، وهن اللي حالهم صدقيني
انا بطلع من المطعم مع انه بخاف كتير على شغلي وضل فوق راس شغلي مشان لانه احساسي بالذنب انه لازم اكون في المطعم. بس الفريق لوحده فيه يقود المطعم بطريقه مخيفه. الزرع اللي زرعته فيهم لسه كنت هقول عم بالظبط. بحصد، وعندي فريق قوي وممكن اطلع منه بغير كونسبت بالمستقبل. والفكره تبعتنا احنا باورفري بروس اول ما فتحنا انه نكون مدرسه للشباب الجداد، يعني مدرسه للفكر الجديد. المشكله تبعتي انه يا ريت بقدر بستوعب عالم اكثر، المطعم كتير صغير والمطبخ كتير ضيق، ما بقدر بستوعب ناس اكثر. فبتمنى ان شاء الله الكونسبت اللي بعده يكون اكبر، وراح اوظف شباب عندهم فكر. هدول الشباب اللي هن لازم حدا يضوي الضوء عليهم او حدا يكتشفهم. وانا كمحمد لانه تعذبت كتير بحياتي انه ما كان عندي هالدعم، فاي شاب او شاف ان كانت صبيه ولا كان شاب عربي عنده تالنت انا بدعمه وبيعرفوا وبحب ادعمه. ما عم بحكي انه هذا الشيء لانه ليش، لانه عنا ثقافه وحضاره جدا غنيه لازم نعتز فيها حقيقي. جداً. أنا دلوقتي لو بعمل بحث أو كتاب عنك عن شخصيتك وحبيت أعرف إيه الحاجة اللي بتحركك، إيه الحاجة اللي بتدور عليها، والحاجة اللي بتهرب منها، تكون إيه ال3 حاجات؟ هروب ما عندي هروب. شوف الانسبريشن بيجي من، ممكن هلأ تعطيني انسبريشن. التحريك أنا عندي فكر أنه ما بدي أكون ختيار، يعني ما بدي أكون بمرحلة أوقف فيها أنه أنا تقاعدت. هذا اللي بخليني أتحرك. الإنسان اللي اشتغل على حاله بوصل. يعني في ناس عندها مشكلة أو نفسية، مثلا بقول لك ده كان مثلا على المجلة، ده كان ما بعرف شو، بس الزلمة اشتغل على حاله وتعب واشتغل وهلك لحتى يوصل. فأنا رأيي إذا الإنسان ضل عم يشتغل وبتعب وبيقدح إجباري بده ياخد النتيجة. يعني الزرع بدك تزرعي بدك تحصدي. فاللي بيحركني هو الشباب. بحب المنافسة الشريفة كتير بالنسبة لي مهمة، لأنه إذا ما في منافسة ما فيك تحركي حالك، بتضلي خلاص بتفكري حالك إنه أنت وصلتي للقمة وخلاص. فالفضول هو اللي بيحركني. هذا أنا بالنسبة دائما بقول يعني curiosity lead me to hear أو lead my. حتى يعني أنا ما بس يعني كان في مقولة بقولها، أي واحد بيقول لك إنه عنده شغف، الشغف لا يكفي. الشغف أبدا ما بيكفي. الشغف بخليكي إنه تعملي شيء بس ما بيكفي. تكون عندك جنون يكون عندك جنون، يكون عندك جرأة، بس بنفس الوقت يكون عندك كم هائل من المعلومات، عندك إرث ثقافي حضاري مطبخي قوي، فيك تطلعي بشيء، فيك تحاولي الأكل طيب. الأكل الطيب مفاتيحه سهلة، وما بده 20 أو 40 واحد يقول لي طيب، 1 أو 2 3 بيقول لك طيب معناتها طيب. الأكل الطيب بيحتاج مكونات مظبوطة ومينيموم اوف فاس ماكسيموم اوف فليفرز. هاي كلمة من أنطونيو كارلوشو بحبه قوي. فكل ما قللتي المكونات كل ما كانت معقدة أكتر. ممكن في أكلات تحتاج مكونات أكتر. هلا أكلنا العربي كومبلكس، أكلنا فيه مكونات يعني ما مستحيل تلاقي طبخة أكتر من يعني فيها أقل من 4-5 مكونات. فتركيبة الأكل أيام بتضايق وقت نبلش نفكر بالعضلات، مثل ما كان يقول لي يوسف الديب ما تعملش عضلات على الناس. يعني كنت ما أفهم، قال له شو معناتها؟ قال لي ما تعمل عضل. الأكل الطيب أكل طيب، يعني ما تفكر تعمل شكل وتنسى الطعم. وهي مشكلتي أنا مع شباب العرب الجداد، إنه بيبلش يعمل لك شكل بس تعمل حاجة نفسه. فين الطعم؟ يعني ما تعمل لي وردة وتحتها وفوق وكذا وطويل وألوان وآخر شيء حلو. لازم نشتغل على البرزنتيشن. أنا لعبتي كانت إنه بعمل أكل شكله حلو، بس من أهم من كل هذا الشيء الطعم. طعم طعم طعم. لتعمل الطعم عندك
اول شيء المكونات، تاني شيء عندك النو هاو، كيف هتتعاملي مع المواد وبتحترميها وبتشتغلي فيها بطريقه حلوه. لتحترمي المكونات بدك اول شيء تعرفي منين جايه، من المصدر تبعها، هذه شغله كتير مهمه. ثالث شيء تشتغلي على القوام تبع الاكل، لانه وانت عم تاكلي لازم يطلع لك طبقات، شيء مقرمش، شيء فيلفتي، في كريمي، شيء كريسبي. كرانشي كريسبي are different. That make you more excited وانت عم تاكلي، تحسي that make you like يعني اذا بتاكلي ورقه خس you feel like it's tasty because القرشه تبعت الخس، صح. the crispiness تبع الورق تبع الخس. اخر شيء seasoning، يعني كيف انت بتعملي اكل ولازم يكون ناقصه ملح وحمض مثلا. ما بفهم انا هذا الشيء، يعني ليش انا بروح على مطعم بلاقي مملحه ومبهره على الطاوله، بس اشوف انا على الترابيزه في ملح وفلفل، يعني انسي غرامك. يعني اذا زبون عندي بيطلب ملح يعني في شيء غلط بالاكل تبعي، ممنوع. فده واحد من السكرت تبع النجاح الاكل الطيب، seasoning. it's all about seasoning. seasoning يعني ايه؟ يعني بيكون متملح مزبوط، فيه حسب نوع الأكلة. بالبقلة في أكلة في بروفايلات مختلفة، يعني في أكلات بتكون حامضة حلوة، في أكلات بتكون حامضة مالحة فات فيها الدهن. فإذا كان الأكل فيه فاتي لازم يكون تعدليه مع ملوحة مع حموضة. ممكن يلبق معه سكر، ممكن لا، يمكن يحتاج مرورة. فهدول انت هون اذا بتعرف تلعبي بهدول العوامل بطلع معك اكل طيب. احنا قبل ما ننهي في عندنا اسئله كتيره كتير اسئله جت من الجمهور، يلا اضطرينا نختار منهم لانه الاسئله كتيره. فخليني في كتير قصص ما حكيت على فكره، يعني بتمنى نطول حلقه تانية لازم. أول سؤال اخترناه كان جاي من القاهرة، من أحمد فاروق، بيسأل: رغم أن كل الستات بتطبخ وأغلبهم بيطبخ كويس جدا، لكن عدد الشيفات الستات في المطاعم قليل جدا، إيه السبب؟ يا لهوي على السؤال ده. لا أنا ممكن في ال 15 سنة الماضية ممكن، لما هلأ في عندك جيل بجنن، عندك شباب، عندك شيف سارة عقل مثلا، بنت فلسطينية عمرها هلا صار يمكن 27 سنة، شي ليد كيتشن فيه أكتر من 30 موظف. فما ضروري إنه كان هذا الفكر موجود بالسابق، لأنه طبيعة شغل الشيف في المطبخ صعبة قاسية، ظروفها قاسية. يعني ظروفها قاسية يعني ليش؟ لأنه أول شيء ساعات عمل طويلة، تاني شيء ما عنا حياة، يعني نحن نشتغل وقت أنتوا الناس بتعطل. فإذا هي مزوجة وعندها بيت وعندها عائلة فكتير صعب عليها كمان، صدقيني كتير صعب الشيف البنت اللي عندها عائلة ويكون عم تشتغل بمطعم، يا الله يكون بعونها. ثالث شيء طبيعة الشغل، يعني فيه حمل طناجر، فيه تعب، فيه يعني بده جهد عضلي كمان، مو بس جهد ذهني. فلذلك ما كان بتلاقي كتير بنات بالمطبخ. بس حاليا بالعكس، البنات هن يعني ندعمهم جدا، ونتمنى نشوف كمان بنات عرب عندهم مطاعمهم يكونوا مشلن ويكونوا مشهورين. هذا الشيء موجود ورح تشوفيه بالمستقبل يا رب إن شاء الله. تاني سؤال من رائدة عوني من الأردن، وبتقول: إيه أهم الأخطاء اللي بتعملها أغلب الستات في المطبخ وبتضيع بيها القيمة الغذائية للأكلة؟ يا لهوي. عايز دكتور ده. شوفي، ما يعني مشكلة الستات في البيت من أمي وانتي رايحة، يعني بيطلعوا يعني بيخلوا الفراخ يعني تصوصو من كده ما بطبخوها، أو اللحمة يعني لازم، يعني ممكن بس بدها شوية تقرأ أكتر شوية معلومات كيف تطبخ اللحمة تبعتها. يعني أنا بشوف اللحمة تنحط على حلة أو على طاسة باردة، وتنزل اللحمة على الطاسة الباردة، بتخليها تستنى لتبك المي تبعتها وتطلع المي وتطلع كل يعني الأكل سهل، الانجريدينتس فيها مية. فأنت إزاي تعرفي تحافظي على المية بتاعت الانجريدينتس عشان تطلع شكلها حلو طعمها حلو؟ أسهل من الجواب ده؟ لا، ده كل الانجريدينتس فيهم مية. فأنت عملية المية زي بتبخريها أو يعني بتطحنيها للمية في المكون. فبالنسبة لي لازم يكون عندك دراية أو المينيموم بتقنية المطبخ، إنه كيف تستعملي، كيف تطبخي اللحمة والدجاج،
وبتطلع معك الأكل طيبة. القيمة الغذائية للأكل أنا بالنسبة لي أي شيء ينطبخ بيفقد القيمة الغذائية تبعته، يعني الفيتامينات بعرف شو، فما بحسن بفتي كمان، بس ما هو مثل الأكل الني. دائما الخضرة النية أو الأكل الني بيضل فيه القيمة الغذائية أكثر من الأكل المطبوخ. سؤال كمان من صالحة من جدة بتسأل، بتشتغل في المجال ده من زمان، إزاي بتحافظ على شغفك وحماسك للمطبخ؟ إيه السر ورا اللي بيخليك دايما تفضل؟ قلت لك الفضول يعني هو هذا السر. يعني حماسك في المطبخ. الفشل بداية جديدة أنا بالنسبة لي. يعني بفكر أنا ما فشلت مثلا، فشلت كتير بحياتي. طب إيه الوقعة اللي حسيت إنك مش هتقدر تقوم منها؟ المطعم كان على فترة أنه كنت وقعت مرة أطلع منه، أنه انكسرت. المطعم أخذ مني 2 لفتحته، تعذبت لفتحت المطعم. فاتح مطاعم بحياتي كتير مع شركات كبيرة، وكنت أفكر إنه في كمية هبل مش معقولة إنه كان بالتأخير اللي يصير في المطاعم. وقلت بس أفتح مطعمي أنا 3-4 شهور بفتح المطعم. المطعم تبعي أخذ 2 وكنت على وشك إنه أسكر المطعم خالص، ما معي ولا درهم. لو ما الإصرار وإخواتي وعبشوف العيلة، ولا أنا كنت على لحظة إنه أسكر مطعم. في شغلة لازم أقولها للعالم، إنه عندك مطعم فكري إنه أنا سعيد، إنه أنا مبسوط، إنه هي أحسن شيء في حياتي. ممكن، بس بالناحية الاجتماعية لا، جدا لا. المطعم بياخد كل حياتك. المطعم بده وقت. المطعم مثل البيبي اللي بعمره بحياته ما راح يكبر. يعني بيبي عمره 1 و2 سنين بتضلي فوق راسه أنت. فالمطعم هيك ما بيكبر، بتضلي فوق راسه المطعم. فأصعب شيء إنه يكون عندك مطعم، وأصعب بس يكون عندك مطعم فيه ميشلان ومطعم فيه 50 بيست، لأنه التوقعات تبعت العالم جدا كبيرة، وأنت لازم تغطي هذا الشيء. فهذا الشيء بتعبك، بتعب التيم، بتعب كل شيء. أنا قبل الميشلان تعبت، يعني قبل ما تطلع نتائج ميشلان كنت جدا عصبي، كنت منرفز، كنت أعصب على أي خطوة حركة بيعملوها الموظفين، مشان لأنه بدي أخذ الميشلان ستار. فالتعب والسترس اللي بيكون عنا ما له طبيعي. فدائما وقت كانوا قبل يقولوا الشيفية إنه والله أحسن شيء الشيف بيبدع بيكون عنده مطعم فيه ميشلان أو مطعم ماله مشهور عالميا، بيقدر يطلع أكل بده إياه، بيكون مبسوط وعنده زباين وعم بيشتغل، فبيكون أحلى حياته أحلى، لأنه ما عنده هالجاجمنت. مع العالم they don't judge him أو judge the restaurant the way they judge it when they يكون ميشلان. إنه أي شغلة بتعملها، هذا ميشلان ستار، هذا 50 بيست، هذا نمبر 6 على الشرق الأوسط، هذا رقم 3 على الإمارات. عرفت شو؟ فصعبة هاي الفكرة. فالفضول مهم جدا. الشغف أيام بيروح وبيجي. أنا بالنسبة لي ممكن. واحنا برضو عندنا فضول زيك، وعايزين ان انت تشارك معنا يعني سر من اسرار المطبخ اللي محدش يقدر يعرفها غير شيف زيك، وتكون مفيدة بالنسبة لأي حد بيحب المطبخ. It's all about seasoning. It's all about seasoning. بس هذا أهم شيء. يعني أنا بستغرب بروح أيام مطعم ما فيه ملح، الأكل ما فيه ملح، يعني ليش؟ فبستغرب يعني، والناس بتاكل وبقول لك بس الأكل ما له كتير إنه أوكي. فأنا بالنسبة لي النجاح الشيف الشاطر اللي هو it's all about seasoning. هي أهم شغلة في الطبخ. طب لو حياتك كانت فيلم أو كتاب كنت سميته إيه؟ ما بعرف. محمد أورفلي. شو سميه؟ ده سميه محمد أورفلي. شيف محمد أورفلي، أنا عايزة أشكرك على وقتك، وعايزة أشكرك على وجودك. يعني نورتنا، وأنت يعني اديت لنا من الإلهام والفضول والشغف اللي يخلي كل واحد فينا يبقى عايز يطور من حياته ويحقق حلمه. فبشكرك مرة تانية أن أنت كنت معنا النهاردة. الله يخليك يا رب. شكرا. ميرسي. Thank you.